يا الله. اه. قبل اي حاجة انا حابب اقول بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بما ان النهاردة 27/5/2025، فانا حابب انقل ذكرى كانت عندي من 27/5/2021. اشمعنى 27؟ علشان ده يوم عيد ميلادي. انا كنت طالب في ثانوية عامة، زي اي طالب في الوقت ده بالذات. باجي احس ان خلاص الشغف انتهى، مش قادر اكمل، بشك في نفسي كتير وبشك في قدراتي كتير، رغم ان بحاول اجتهد اقصى اجتهاد واعمل اللي عليا اقصى مجهود، لحد ما ظهر شخصية كانت فارقالي قوي في حياتي، وفرقت لي قوي بالذات في الوقت ده. الشخصية دي كانت جد جميل قوي، قاعد في يعني الحديقة كان بتاعت وانا بيتهم في كده الكلية قمة بيحكي املي قصص اجيب وتجارب جيد جدا. عظيمة جدا. كنا لو اوقات جبنا انا جيد من جدا من في من كل فخامتها ما كنتش بقدر افهمها كلها، بس كانت بتضيف لي جدا معنويا، وبتضيف لي جدا 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 في الدين. في الحقيقة الجد ده كان جده علي حسيب، دكتوري المفضل، الافضل بالنسبة لي. حقيقة اعتقد ناس كتيرة جدا عارفة مين هو جده علي، وقد ايه حسن في الوقت ده ما كانش يعرف يعني اي حاجة في المجال الطبي غير جده علي حسيب. وقد ايه هو يمكن في الوقت ده قرر بس انه يكمل ويستحمل علشان يبقى دكتور في يوم من الايام، بس يبقى جزء من علي حسيب، يحاول يبقى زي دكتور علي حسيب. الفكرة ان دلوقتي المرحلة دي، مش مصدق والله، الحمد لله فضل الله فعلا عظيم يعني. ان انا مش بس دخلت وحاولت اكون في الطريق بتاع جدو علي، انا اخيرا حسن ابو علي قابل جدو علي. مش مصدق والله. يعني انا اتذكر فعلا كنت بقفل على نفسي الاوضه وببعد عن الناس كلها، وبحاول بقى اجيب اخري دايما، وبسعى جدا ان انا اوصل، ولكن كان بيجي عليا وقت طاقتي بتكون صفر صفر، وفي اوقات قريبه من الامتحان. بالذات ان الدفعه بتاعتنا 21 كانت اطول ثانويه عامه تقريبا عدت في مصر كلها يعني. فدايما النصايح والتيبس بتاعت الراجل ده كانت بتفرق لي جدا، وبتساعدني ان انا اتحرك في يعني في نواحي كتير، وبتخليني اكمل المشوار بتاعي. جدو علي كان بيقول: اوعى تسمح لحد ييأسك، اوعى تسمح لحد انه يقولك مش هتقدر، وانك مش هتلاقي وقت تلحق تلم فيه، وانك فعلا هتستفاد من ايه لو دخلت هنا او ما رحتش هنا. وبالذات احمد زي الحاج احمد، بص كبشر احنا كلنا بشر وكلنا بنتعب وهكذا، في دي كلنا زي بعض، انما في تكرارية المحاولة وان ده حاول اكتر من ده، مستحيل احمد يبقى زي الحاج احمد. انا مش بقول اي كلام، انا بتكلم عن تجربتي الشخصية، اللي لسه يعتبر من ابو علي اللي قد كده، اللي اكد عليه بقى كلام جدو علي اللي قد الدنيا كلها يعني. المتشائم من يرى الخوازيق، والمتفائل هو اللي بيلبس الخوازيق. ليه؟ لا، انا متفائل ما بلبس خوازيق. المتشائم يراها وبيلبس الخوازيق. فاهمني ولا لا؟ اوعى حد يأسك. امبارح كنت في مؤتمر مهم جدا يعني تبع كويست، اتكلم فيه جدو علي، اتكلم عن انك ما ينفعش تسمع لحد يأسك، وما تسمحش لنفسك بانك تنغمز مع الكلام، وانك فعلا تلاقي حد زيك بيقول لا خلاص انا تعبت وارهقت، وهو انا هستفاد ايه لما اتعب كل ده واسعى كل ده. آه، بص في حاجات كبيرة بالذات منهم الطب يعني، مستحيل تلاقي مجهودها او نتائجها بتبان في الاول، انت لازم تقدم لها كتير قوي وتثبت لها انك قد المكان، علشان بعد كده تبدأ الحاجة دي توريك بقى المقابل بتاعها. وبالذات تاني بأكد الطب، لو انت
بتسمعني في الفيديو ده وانت من طالب ثانوية عامة وهدفك الطب، هو الطب طويل ومشواره مش سهل وبياخد وقت طويل، بس انك توصل في يوم لهدف انت كنت يعني بتسعى له جامد اوي كده. وانا فعلا فاكر احساسي ساعتها واحساسك دلوقتي انا مقدره. قد ايه انت مرهق، قد ايه انت خايف اهلك يزعلوا عليك واهلك يحسوا ان انت قصرت، وانت فعلا شايف انك مش بتقصر دلوقتي. احساس بقى انك يجيلك التعب ده وتوصل للهدف قصاده، او انك تسعى انك تجيب درجة عالية وفي الاخر تلاقيها ثم تخش وبعد كده تكمل وتخش المشوار ده كله. كده كده جوه المشوار هتتعب تاني وهتحس ان انت مرهق تاني وهكذا، لان ده خلاص طبيعتك كبشر. ولكن انك كل مرة تحاول وتكمل وطبعا تدعي ربنا. يا جماعة في الموقف ده بالذات، يوم عرفة دعوته ما بتتردش. يوم عرفة هتدعي الدعوة لو صح وفيها الخير ليك والله هتاخدها، والله هتاخدها. انما لو ما فيهاش خير ليك مستحيل تاخدها وترضى بيها كمان، وترضى انها ما جاتش وتقول الحمد لله سواء بقى الكليه او غيرها، لانك اكيد اكيد كنت هتخش تموت في المكان ده. هيحصل لك مشكله كبيره جدا هتكره بيها المكان واليوم اللي دخلك فيه وترجع تقول يا رب لسه كتبت لي. فربنا يعني حاشا نظلم انسان ابدا ابدا ابدا، بل دايما كرمه بيكون اوسع مما نتخيل بكتير. وفي الحقيقه انا النهارده وانا ببص ورايا وبرجع لل4 سنين دول، يعني يوم عيد ميلاد حسن من 4 سنين لحسن النهارده في رابعه بشري. حابب اقول ان انا يعني ممتن جدا جدا للوقت ده. ضغطت فيه كتير واتزنقت في الكلية وهتخش وتشوف بقى الاناتومي والهيستولوجي والفسيولوجي وتخلص كل ده تلاقي بقى في حاجة اسمها كلينيكال، وبعد الكلينيكال هتعمل ايه وايه وايه. بس هفضل ممتن لكل لحظة ولكل يوم ولكل سعي سعيته ومجهود حاولت اعمله، وربنا طبعا وفقني وكرمني فيه. حقيقي والله انا مش فارق لي مشاهدات والكلام ده في الفيديو ده بالذات وكم حد هيشوفه او كده. انا بس حابب اشوف نفسي كمان 4 سنين، يوم 27/5 بعد 4 سنين. يا ترى نفس حسن ابو علي ده هيبقى فين؟ هيكون وصل لفين؟ هيكون خلص ايه؟ ده توثيق لذكرى ان اخيرا حسن ابو علي قابل جده علي. اللي عايز اقوله لك اخيرا ان لو انت دلوقتي في ثانوية عامة او غيرها، في اي مرحلة من حياتك حاسس انك خايف، فده طبيعي. حاسس انك متشائم ومش هلحق وكده، فده طبيعي. بس استسلامك في الوقت ده وانك تغير الجول بعد كل الطريق ده، ده عمره ما هيبقى طبيعي. اوعى عشان خاطر تستسلم، عشان خاطر ربنا هتوصل. اللي انت شايفه ونفسك خلص ده ومش قادر ومش هلحق وكفاية كده وكل دي سنة والله العظيم هيفوت عليها سنة واتنين وتلاتة واربعة وهتيجي وتقعد وتتكلم وتشارك تجربتك يعني. فعشان خاطر يا صاحبي يعني اوعى تستسلم، اوعى تستسلم يا أكاشة. افتكر دايما انك في يوم من الايام ممكن تكون انت الشخص اللي يجي حد تاني ويسمعه. ممكن تكون انت أكاشة. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اعتقد بعد الفيديو ده انا هقعد شوية بقى، خلاص داخل في نفس الفترة اللي انت داخلها، فترة الفاينلز. ولو دخلت القصر العيني او اي بقى كلية هتعرف يعني ايه فترة الفاينلز، انك بتجيب السنة كلها وبتمتحنها. عشان كده انا بقولك انا اكتر حد مقدر الفترة دي اللي انت فيها يعني دلوقتي. ادعي لي وهدعي لك. ادعي بالذات لدفعتي يعني 195 القصر العيني، لان دي دفعتي ودفعة كلها ناس تحفة يعني وبحبهم جدا. وبالذات لحسام وجيه، يا رب حسام وجيه لو سمعت الفيديو ده، عشان هو دعالي في يوم ونزلها ستوري، فانا هدعي له في الفيديو، هو وزمايله وزمايلي والناس كلهم حبايب الجميع يعني. وهدعي لك انت دفعة الثانوية 2025، يا رب اشوفك يا عزيزي في احسن حتة في الدنيا وفي اكبر حتة في العالم يعني. وسواء بقى جوه مصر او براها، سيبك انت. يعني شو يعني جدو علي كان دايما بيقول لك اوعى تبقى متشائم اللي بيشوف الخوازيق، علشان هيلبسها ما تشوفش الخوازيق. وبس، مش عايز اقول اي حاجة تاني.
وكل سنة وانا طيب، يعني حاجة حب ذات عبيطة كده. والسلام عليكم ورحمة الله. هتوصل وتلبس السكراب بتاعك في يوم من الأيام. بص